مبروك، خلصت التقويم وخلاص هتاكل وتشرب براحتك، وخلصت الايام الصعبة ديت بتاعة التقويم ووجع التقويم وسنين الشد والكلام ده كله، وخلاص بقيت براحتك وبقيت فري. ولكن للأسف مش دي الحقيقة. انت بعد ما بتخلص التقويم انت في نص الرحلة بيبقى في رحلة تانية اسمها رحلة المثبت. صحيح انت مش هتروح لدكتور التقويم بتاعك غير يمكن مرة كل 6 شهور، ولكن انت لابد ان انت تكون عارف ان المثبت هو بداية نص الرحلة. هتعدي الرحلة دي هتستغرق قد ايه؟ هتستغرق من سنة لسنة ونص. الاسنان عشان تثبت في مكانها لابد انها تقعد مكان مثبتة بشيء مثبت، مثلا زي الهاولي ريتينر او الفاكيوم ريتينر او المثبت الدايم لمدة 239 يوم. لان في حاجة اسمها الالاستيك ريكويل، او شفت انت الاستيك لما بتشده اول لما بتسيبه ايه اللي بيحصل؟ تك يقوم مفرقع راجع تاني. نفس الشيء الاسنان، لما بتكون الاسنان فيها روتيشن لفه، او الاسنان فيها مسافات، او الاسنان فيها تزاحم وعدم اتزان، احنا بنعمل ايه؟ بنشدها من المكان اللي هي موجوده فيه اصلا، ونشد الاربطه اللي حواليها عشان تتعدل. اول لما بنسيب بتبدا ترد على طول. هل ده مع كل الاسنان؟ تقريبا مع كل الحالات لابد ان يكون في مثبت، بس طبعا في حالات بيبقى محتاجه المثبت بشكل اكبر، زي مثلا السبيسنج او المسافات اللي ما بين الاسنان، او حالات التزاحم ما بين الاسنان اللي ما عملناش فيها خلع، الريلابس بيكون فيها عالي، او الرجوع الاسنان بيكون فيها عالي. الحالات بتاعه العضه المفتوحه بترجع بسرعه. ففي حاجات معينه كده زي ما احنا اتفقنا هي دي اللي بترجع بسرعه. دي ما بيبقاش المثبت حاجه اضافيه او حاجه مش ضروريه، ده حاجه في منتهى الاهميه وفي غايه الاهميه. ومش بس كده، في بعض الحالات لما بتكون شديده قوي بنقول للمريض المثبت هيفضل معاك مدى العمر. ببساطه كده عايزين نتعرف على البروتوكول بتاع المثبت وانواعه وبنستخدمه في ايه وما بنستخدموش في ايه. طيب احنا عندنا فاكيوم ريتينر اللي هو الشفاف، ده بيبقى في حالات التزاحم او في حالات المسافات السبيسنج. في حالات تانية بيبقى فيها كروس بايتس او عضه اللي هي فيها العضه المفتوحه، ما بنستخدمش فيها الفاكيوم ريتينر، احنا بنستخدم الهاولي ريتينر. او حالات الكروس بايت، او حالات اللي فيها ان احنا وسعنا القرش، يعني كان فيها عضه معكوسه ووسعنا القرش، وبنوسع الشكل بتاع القرش بتاع البق يعني، فاحنا بنستخدم عايزين حاجه تفضل ماسكاه، فده افضل شيء له هو الهاولي ريتينر. في بعض الحالات اللي مثلا فيها تزاحم في الاسنان السفليه بنستخدم لها مثبت دايم اللي هو الفيكسد ريتينر، اللي هو اللي زي اللي تحت ده، بيبقى عباره عن تويست فليكس ماتيريال معينه بتتلف، ونبدا نحطها بنثبتها بشكل معين بحيث انها تحافظ على الاسنان سواء كان في تزاحم او سواء كان في مسافات واحنا ضمناها. البروتوكول ببساطه اللي انا بقوله للمرضى اللي عندنا، اول 6 شهور هتلبسوا every night at night، كل ليله بالليل تخلص اكلك دنيتك ما عدتش محتاج بقك، تفضل لابسه لغايه لما لتاني يوم. بعد اول 6 شهور انت ليك يوم او يومين ممكن تستريح من المثبت لو انت المثبت بيضايقك. بعد اول سنة ممكن تلبسه يوم بعد يوم لمدة 6 شهور. بعد سنة ونص تبقى انت دكتور التقويم بتاع نفسك، بمعنى ان انت جيت تحط المثبت لقيته بيخش بصعوبة، او لقيته مش بيخش، او لقيته يعني بيخش بالحشر يعني، فتفضل ترجع تاني تلبسه every night at night لغاية لما اسنانك تتظبط. يعني المثبت من الاخر هيشتغل كأنه تقويم لاسنان. الحالات اللي الواحد بيبقى مطمن لها قوي في التقويم، الحالات الضب مثلا رجوعها بيكون صعب، اللبس بتاعها بيكون صعب. الحالات اللي خلعنا لها بيكون رجوعها. الحالات اللي مبقاش مطمن لها زي الحالات اللي هي فيها مسافات ما بين الاسنان، دي بترد بسرعه. الحالات اللي فيها تزاحم وما عملناش فيها خلع هترد بسرعه. الحالات المثبت بقى انت اخدته اهو واستلمته، هتغسله ازاي؟ لازم تبقى مهم جدا انك تكون عارف ازاي تغسل المثبت. ممنوع ان انت المثبت، خلي بالك في منتهى الخطوره، ان انت ممكن تفضل سايبه في بقك وبعدين يحصل استجنيشن، الاكل يخش راكم جواه وانت قاعد تلبسه ليل نهار وهو جواه اكل، يعمل تسوسات في اسطح الاسنان كلها ويبقى سيء جدا ويبوظ سنانك. لابد ان هو يتغسل ازاي؟ بميه الحنفيه وبفرشه ما هياش عليها معجون، يعني ما تحطش معجون على المثبت، ممنوع تحط معجون على المثبت. عاوز تزود قوي النظافه بتاعتك، في حاجه اسمها كوريجا تابس تبقى موجوده عشان الناس اللي عندهم بيتبيتوا مثلا، انت خلصته صحيت الصبح تحطه في الكوريجا تابس ديت في ميه عليها كوريجا تابس، بيحافظ عليه وبيحاول بقدر الامكان ان هو يكون نظيف. بس لازم ان انت برضو تطلعه تغسله بفرشه تحت الميه، ميه من غير صابون ومن غير حاجه خالص ومن غير فرشه، اهم حاجه يبقى نظيف ما فيهوش بقايا اكل. طبعا المثبت له انواع ومش اي نوع بيركب في كل حاله.
عشان كده لابد ان انت لما تيجي تختار دكتور التقويم بتاعك يكون متخصص في تقويم الأسنان. عشان كده في مركز الزلوعي أنا الدكتور محمد الزلوعي بنقدم لك تقويم الأسنان بشكل متميز جدا، فبالتالي بتحصل على أفضل نتيجة في أسرع وقت بأفضل سعر. اللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك، اللي مش متابع الصفحة يا ريت يتابع الصفحة.